ورحمة الله وبركاته. أنا هنا يا جماعة في الساحة الشعبية في المراغة. زي ما انتم شايفين احنا جاي متخفي، لأن لو الناس عرفت كنتوا هتلاقوا هنا زملائي وفريق العمل معايا وكل الناس اللي شافتنا وتواجدت معانا هنا في هذه الجولة. كنا مع الدكتور أشرف صبحي، الله يسلمك يا هشام، أستاذ هشام مختار كريم والمجموعة، والكابتن العجوز طبعا الكابتن التاريخي هنا للمراغة. أنا هقول اللي حاضر لكن أنا مش عايز أنسى حد، ولم نوجه الدعوة لأحد. على فكرة احنا تعمدنا نيجي من غير ما نقول لحد، علشان بس نوريكم ان احنا هنا في مكان كانت الناس بتحلم انه يتحول الى انه صالح للاستخدام الادمي، يعني ساحة شعبية تحولت الى مرعى. ففي الجمهورية الجديدة كان لابد أن يكون هناك تحرك. كنا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جولته في سوهاج، ومعالي الوزير اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج كان معانا، والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة في سوهاج، والقيادات الشعبية والتنفيذية. ووقفنا على ما هو عليه الآن الحمد لله. الدولة مع المجتمع المدني في ظل الانفتاح والاستثمار في الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بأصور لكم نموذج من بلدنا من المراغة، ازاي المشكلة دي اتحلت بعد أزمة لأكثر من 30 أو 40 سنة. الأرض دي يا جماعة في الخمسينات زمان والستينات اتبرعوا بيها أبائنا وأمامنا، فكانوا ممكن ما عندهمش دراية بالقوانين شوية بتاعت البلد، فاتبرعوا بيها للمحليات، الوحدة المحلية لمدينة المراغة، فأصبحت ملك المحليات. احنا خلصنا المرحلة الأولى، نجيب بس في دقايق من الأول. هو بس الموضوع الحمد لله كان في قاعدة بينه وبين الأستاذ خالد عبد المنعم رئيس نادي الشبان المراغة والأستاذ مصطفى فهمي أكسيو، ان الموضوع عباره عن ان الساحه الرياضيه في المراغه بتعاني من ان مفيش فيها حمامات، مفيش فيها غرف خلع ملابس. نوصل لمرحله ان الضيف بيجي لنا ما بنعرفش ندخله حمام، بنروح ندخله في اي مكان قريب من سواء مستشفى الراعي او المحكمه قبل ما تزال. ممكن الجيران ما كلهم ولاد عمي وقرايبي يعني فقال لي المكان يعني بنوصل لامور. والاستاذ خالد ابو الدهب قال لي انا بوصل لمرحله ان انا بعاني، بيجيني ضيف ما بعرفش اوديه فين. وخالد عنده السكر اصلا بيحب يخش دكتور ميه كتير. فالموضوع بدا ان احنا بدانا، قلت خلاص احنا هناخد الساحه الشعبيه على 3 مراحل. المرحله الاولى ان احنا نعمل غرف خلع الملابس والحمامات واللاندسكيب، وبعد كده ندخل في مرحله المدرجات، وبعد كده ندخل في ارضيه الساحه. طبعا حتى احنا وشغالين بدانا انا بس عايز يا ريت بس وانا بتكلم مع الباشمهندس مصطفى الناس بس يعني نكرر تاني، انا اسف لان لما اقول لك في دوله فاعله لازم تشوف احنا قبل كنا ايه، يا ريت بس. طبعا احنا وبادئين في المرحله الاولى، دخلنا نرفع في كفاءه الملعب على قد ما نقدر برضه. الملعب انا اخر مره شفته كان لا يصلح بالمره. لا يعني نوعا ما بدانا وحجاره، يعني دي مرحله اولى. مرحله اولى بنبدا نرفع في كفاءته، والحمد لله بدا يظهر وبدانا نظهر فيه. وده المرحله الثالثه طبعا ان احنا نرفع ارضيه الملعب ونسويها. دي مرحله ثالثه. مرحله ثالثه ان شاء الله. احنا بس من هنا قلنا دي لسه هنرفع الكفاءه وهيبقى على اعلى مستوى ان شاء الله. وان كنت انا والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزاره الشباب والرياضه ما زلنا مصممين انه لا يصلح الا نجيل صناعي، انك انت النهارده عدد اللعيبه اللي بتلعب عليه كم كبير، عدد الفرق كم كبير. احنا بتوع كوره. امبارح في زياره السيد الوزير كنت بتناقش مع الدكتور جمال محمد علي، وقال لي النجيل الطبيعي مشكلته انه ما بيستحملش غير 6 ساعات في الاسبوع. انت بتتكلم هنا الشبان عندهم من مدارس لاكاديميات، نادي المراغه دلوقتي من مدارس لا يصلح النجيل الطبيعي بالمره، بس لان ده علم. انت عشان تلعب هنا يوميا اكتر من 15 فرقه بتتمرن لازم نجيل صناعي، بس الجيل الحديث اللي هو بيقلل من الاصابات في معالجات. وعلى فكره الدوله عندها مصنع والدكتور اشرف مجرد نقل الملكيه هيساهم معانا في ده بشكل قوي ان شاء الله. طب نخش على المرحله الاولى سوا. المرحله الاولى بدات من هنا اللاندسكيب. طبعا الاول كانت الحمامات القديمه كانت موجوده في الحته دي. سيبناها شويه عشان حتى نوعا ما نستخدمها لحد ما نخلص.
وبدانا بعد كده انشانا وصممنا المبنى الناحيه الثانيه اللي على اليمين غرفه نادي الشبان المراغه او نادي المراغه. لا الشمال نادي المراغه. لا ما طب في الماتشات تبقى. لا في الماتشات في الضيف ليه المرحله الثانيه. المرحله الثانيه لا بدانا فيها بالفعل. يعني دي من المفترض قبل بدايه الموسم. قبل بدايه الموسم. حلو ده يعني كده الشبان اللي هيمتلكوا ده الناديين طبقا للاتفاق العرفي اللي تم واتمضى عليه، فغرفتين نادي المراغه ونادي الشبان، والضيف هيبقى هناك اللي هي المرحله الثانيه. هيكون هنا اللوجو بتاع نادي المراغه موجود في نادي الشبان او نادي المراغه. نادي المراغه. وخلاص الحمامات طبعا موجوده، في 2 شاور وواحد حمام هنا. الشاور ووضع يا جماعه مختلف تماما، احنا كنا في وضع مخزي بصراحه. معانا كمان الكابتن التاريخي للنادي المراغه وشاهد الكابتن العجوز، احنا كنا هنا خرابه، انا اسف في اللفظ خرابه. لا طبعا ده كلمه حق يعني، مش بتاع المهم يعني. ده كنا دورة الميه الحكم بيجي بيروح على المحكمه ويعني غير ادميه، دورة الميه غير ادميه. انا شفتها مره واثنين وثلاثه وعملناها برضه، ما فيش الحكام ازاي. خلي بالكم الجيل ده يا جماعه كان منتخب الصعيد واتخذ منتخبات، كانوا لعيبه جامده جدا. انا قعدت من 7 سنين وحضرتك كنت طرحت الموضوع ده، وقفت قدامك المشكله اللي هي النقل، فربنا كرمنا طبعا بحضرتك والاستاذ خالد وزير السعاده زي ما بيسموه في المراغه الباشمهندس مصطفى مزيرة، والمشروع الجميل ده. يعني انت حضرتك لما قلت كانت خرابه، انت عشان مؤدب وابن ناس اخترت لفظ، هو كانت اقل من خرابه. نشكر الباشمهندس مصطفى مزيرة اللي عمله في الساحه، والاول ما كانش فيه ساحه، احنا دلوقتي اصبحت ساحه شويه شويه بنفتخر بيها قدام اي نادي يجي. نشكر الباشمهندس مصطفى على الانجازات اللي عملها دي اقسم بالله من سنه كانت خرابه. 20 سنه بنحارب على يعني من سنه انا شفتها اول مره اخش، من سنه كانت خرابه. النهارده بالصلاه على النبي حتى في قفا مكاتب المحامين عمل نظافه للمبنى كامل. كان حلمنا والله من زمان يعني الساحه يتم فيها تطوير، والحمد لله يعني المهندس مصطفى ساند معانا وساعد في التطوير اللي حاصل. فبشكر الباشمهندس مصطفى على اللي عمله وعلى تعبه هو ورجالته بامانه برضه. يعني انا شايف ناس كتير، انا باجي كذا مره بلاقي ناس في عز الحراره شغاله. كل الناس وكل الاحباب هنا اتجمعت في وجود الاستاذ عبد الناصر زيدان، وزي ما قال هو فعلا كان جاي متخفي النهارده، لكن يعني الناس مسافه بس ما سمعت ان الاستاذ عبد الناصر زيدان هنا، الاحباب كلها اتلمت بسرعه وكلها جت علشان خاطر ترحب بيه داخل الساحه الموندياليه، الساحه الشعبيه بالمراغه. واللي بنشكر المهندس مصطفى مزيرج ومجموعه عرفه جروب على اعمال التطوير الكامله اللي تمت داخل الساحه والمرحله الاولى للاعمال.